وهم الحقيقة بشكل مضاعف جدا. ده الوضع اللي احنا فيه بيأثر على الناس في الغرب، وبيخدم الإسلاميين والماركسيين اللي عايزين يدمروا الحضارة الغربية. عيب أساسي في علم النفس البشري تحول لسلاح على مستوى العالم كله. جزء كبير منه مركز على اليهود، بس دلوقتي ممكن فعلا يكون في صالحنا. هشوف ازاي ده بيشكل عالمنا وبيأثر على نظرتنا للواقع، وازاي كله مرتبط بتأسيس الولايات المتحدة في عطلة الاستقلال التاريخية دي اللي بتمر عليها 250 سنة. ترامب فاهم الفكرة، هو بارع في التعامل مع الإعلام. احنا مر اسبوعان على مذكرة التفاهم الإيرانية، وبوب الحقيقة اللي ورا الاتفاق ده بتظهر. قلت لك وقتها الصبر. مفيش داعي نقفز لاستنتاجات هستيرية واتهامات، في حاجات كتير بتحصل وفي مصالح كتير متداخلة، مش كل حاجة معروفة. في الحرب دي ضد إيران ساحة المعركة الحقيقية اتغيرت. التركيز الأساسي دلوقتي مش على الجبهة العسكرية زي الأول، لكن على طاولة المفاوضات اللي فيها مصالح كبيرة جدا. احنا قدام مواجهة بين المفهوم الاستراتيجي الإسلامي للتقية وفن إبرام الصفقات عند دونالد ترامب. استراتيجيتين متنافستين ومتناقضتين تماما. دلوقتي أغلبنا بقى عارف يعني إيه تقية، اللي هي استراتيجية النفس الطويل والخداع المحسوب. الهدف هو تهدئة خصمك وتخفيض حذره وكسب وقت لحد ما تقدر تجبره على الاستسلام التام. وبعدين في فن إبرام الصفقات اللي بيعتمد على تكتيكات التفاوض الغربية المتطورة، اللي هدفها تلاقي أوراق ضغط تكسر الجمود وتوصل لأفضل نتيجة عملية ممكنة للطرفين. الرئيس ترامب قدم للنظام الإيراني فرصة تاريخية حقيقية عشان يغير اتجاهه. إداهم مخرج وطريقة ينقذوا بيها حاجة حقيقية من الظروف المدمرة اللي هم بيمروا بيها دلوقتي. ده طبيعي ما عجبش كتير مننا. كان فيه توقعات كتير بنهاية العالم. في طرف بيتفاوض عشان صفقة، والطرف الثاني بيدور على نصر كامل. تركيز إيران دلوقتي هو استعادة قدراتها والوكلاء اللي بيهددوا إسرائيل. هدفهم الرئيسي هو إضعاف الإنجازات الأمريكية، والأهم من كده إنهم بيحاولوا يزرعوا خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولتحقيق الهدف ده لقوا حلفاء ليهم جوه الولايات المتحدة نفسها. المشكلة إن الغرور الإيراني خلاهم مش شايفين الحقيقة. الظروف أعقد بكتير مما هم متخيلين. كانوا واثقين زيادة في نجاح الآليات الإسلامية والماركسية، وركزوا كل اهتمامهم على إسرائيل واليهود، وبدأوا يتلاعبوا باللي الناس فاكرة أنها عارفاه علشان يزرعوا الكراهية ضد إسرائيل ويكسبوا دعم لأهدافهم. ترامب ونتنياهو فاهمين الآليات دي وقرروا يستخدموها ضد الإيرانيين. في الوقت اللي الإيرانيين كانوا فاكرين أنهم ماسكين زمام الأمور، ترامب سحب من تحتهم القبضة الاقتصادية اللي كانوا معتمدين عليها، ومع إسرائيل اشتغلوا على إضعاف وكلائهم في لبنان ومع اتفاقية السلام وفي كل الشرق الأوسط من خلال قمة وزير الخارجية روبيو مع وزراء الخارجية العرب اللي كانت الأسبوع اللي فات. عايز أركز لحظة على الزيادة الكبيرة في الكراهية الموجهة لليهود اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ده مش عشان اليسار التقدمي الووك واليمين المحافظ الووك أغبياء زي ما بيبان عليهم. ده مش لأنهم بيستخدموا بس اللي بيسموه 10% من قدرات مخهم. فيه أكتر من كده. دي حاجة لما ناس ذكائهم منخفض يرددوا كلام فارغ بيسمعوه حواليهم. لكن لما بنشوف نفس الكراهية دي بتطلع من مثقفين وناس عاقلة في العادي وكأنهم ملبوسين، وكتير مننا قابل ده مع ناس كنا فاكرينهم أذكى بكتير، يبقى واضح إن في حاجة أكبر بتحصل. هنا بيجي تأثير وهم الحقيقة، الظاهرة النفسية اللي الناس فيها بتصدق المعلومة لمجرد إنها بتتكرر كتير، وبيتم استخدامه بشكل واسع النهاردة علشان يشكلوا الرأي العام بخصوص إسرائيل والشعب اليهودي. لأن عقل الإنسان بيستخدم التكرار كاختصار علشان يصدق المعلومة. الحكايات اللي بتتكرر بتتخطى التحليل النقدي وبتحول الادعاءات مع الوقت لحقائق مقبولة. التكرار بيزود الإحساس بصحة المعلومة، حتى لو الناس في البداية عارفين إن المعلومة ذي غلط أو إن مصدرها مش موثوق فيه. أكيد سمعت المثل اللي بيقول الكذبة بتلف في نص العالم والحق لسه بيلبس جزمته. الجملة دي نفسها مثال على معلومة غلط انتشرت أسرع من الحقيقة. مفارقة شعرية. الجملة دي غالباً بينسبوها لمارك توين، بس هو تقريباً عمره ما قالها.
أنا قلت قبل كده الادعاء اللي بيقول إن البشر بيستخدموا 10% بس من مخهم. الجملة دي بتتكرر كتير، زي المقولة اللي بتقول إن البرق عمره ما بيضرب نفس المكان مرتين. الاتنين دول غلط، ومع ذلك ناس كتير بيصدقوهم. لأنه لما الناس بتسمع جملة بتتكرر طول حياتهم بيخلطوا بين الإلفة وبين الحقيقة. ونفس الكلام بينطبق على اللي بنعتبره حقائق تاريخية، زي أن نابليون بونابرت كان قصير بشكل استثنائي، أو أن الفايكنج كانوا بيلبسوا خوذات بقرون في المعارك. كلنا شفنا ده في اللوحات وشفناه في الأفلام، وبرضه ولا واحدة فيهم صح. نابليون كان في الحقيقة طوله متوسط بالنسبة لعصره، وخوذات القرون اخترعها مصممين الأزياء في القرن التاسع عشر. لو الكذبة تكررت كتير عقلك حرفيا بيبطل يتحقق منها. ومع أن الأسطورة عن خوذات الفايكنج مش مضرة، نقطة الضعف النفسية دي بالذات بيتم استغلاله دلوقتي من جهات عالمية عشان يعيدوا تشكيل الجغرافيا السياسية الحديثة، ويغذوا الأحكام المسبقة القديمة، ويتحكموا بالضبط في اللي بتشوفه في خلاصتك الرقمية. احنا بنحب نعتقد اننا جيل متقدم او متطور عن اللي قبلنا. احنا عايشين في عصر رقمي متطور جدا، محاطين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعندنا وصول لمعلومات اجدادنا كانوا بس بيحلموا بيها. بس العصر الرقمي ده مجرد وهم بالتقدم. تحت الشاشات والخوارزميات المعقدة عقولنا ما تغيرتش خالص. علم النفس البشري لسه ضعيف قدام نفس الاستغلال اللي كان بيحصل من قرون. لو بصينا على التاريخ، أخطر نماذج الدعاية ما نجحتش عشان كان عندها تكنولوجيا متقدمة. هي نجحت لأنها اعتمدت على نفس العيب النفسي البدائي ده بالضبط. جوزيف جوبلز ودعاية النازيين قننوا الموضوع ده تحت اسم الكذبة الكبيرة، واستخدموا الراديو اللي بتتحكم فيه الدولة ورسوم كاريكاتورية شرسة عشان يغرقوا حياة الناس اليومية ويخلوا كراهية اليهود حاجة عادية. وعبر الستار الحديدي، وزارة الدعاية والتحريض السوفيتية استخدمت شعارات جامدة ومتكررة، وغيرت الكتب المدرسية علشان تمحي الحقيقة التاريخية تماماً. حتى الشركات في الغرب فهمت اللعبة. شركات التبغ الكبيرة نجحت في تأخير القوانين الصحية، مش عن طريق إثبات أن السجائر آمنة، لكن عن طريق تكرار جملة واحدة باستمرار: محتاجين أبحاث أكثر. وها هي بتتكرر تاني. النهاردة تأثير وهم الحقيقة موجه بشكل كبير لإسرائيل والشعب اليهودي، وده مدعوم بقوة التكنولوجيا الحديثة من خلال قوالب محددة ومتكررة بشكل كبير. مصطلحات معينة زي الفصل العنصري والإبادة الجماعية أو المستعمر دايماً بيتم ربطها بكلمة إسرائيل عبر خوارزميات السوشيال ميديا وعناوين الأخبار وهتافات الاحتجاجات، مع كم هائل ومستمر من الاتهامات اليومية اللي من غير تحقق. كل ده لحد ما الربط ده يبقى تلقائي في وعي الناس. ومع ده كمان مجتمعات اتبرمجت لأجيال على اللي اتقال لهم عن اليهود، وبكده بيحصل إعادة تدوير للصور النمطية الكلاسيكية. نظريات المؤامرة التاريخية زي الولاء المزدوج والسيطرة الخفية على التمويل العالمي أو التلاعب في الإعلام مش بتتخترع من جديد. بدل كده بيتم إعادة تغليفها باستمرار وتحديثها عشان تناسب السياقات السياسية الحديثة، وبتتكرر لحد ما تبقى مقبولة أو معقولة بالنسبة للجمهور العام. إحياء الصور النمطية القديمة المعادية لليهود تحت ستار النقد السياسي الحديث. المروجين للدعاية النهاردة ما بقوش محتاجين إذاعة حكومية تحتكر البث عشان يتحكموا في اللي بتسمعه. دلوقتي عندنا مزارع بوتات مدعومة من الدولة. روسيا، إيران، الصين، قطر، كلهم حولوا وهم الحقيقة لعملية مؤتمتة. هم بيستخدموا شبكات بوت ضخمة علشان يغردوا، ينشروا ويعلقوا بنفس الرواية بالضبط ملايين المرات في الساعة. هم بيستهدفوا الناس بشكل دقيق، وبيقسموا الجمهور لفئات ديموغرافية، وبيغذوهم بأكاذيب مصممة مخصوص لهم ومتنكرة في شكل آراء محلية شعبية. هم بيغرقوا صفحتك بسيل سريع ومستمر من الأكاذيب المتضاربة علشان يتعبوا دماغك. المشهد الإعلامي يتغير من الورق للبكسلات، بس المعركة على عقلك لسه معتمدة على أقدم حيلة معروفة: التكرار. الضوضاء اللي بتسمعها على صفحتك الرقمية برضو إيحاء زائف بالانتشار. الأصوات المتطرفة اللي بتصرخ ومسيطرة على التعليقات أونلاين هم أقلية صاخبة. هما مش الأغلبية. دول مزارع حسابات للتصيد وغرف صدى خوارزمية، بوتات، وكمان شوية ناس فاضية زهقانة.
تحت الضوضاء الرقمية، الأغلبية الساحقة من الناس في أوروبا وأمريكا بيبصوا على اللي بيحصل في العالم اليومين دول وبيشوفوا الحقيقة بوضوح شديد. هم عارفين إن اللي إسرائيل بتواجهه مش نزاع محلي بعيد، دي الخط الأمامي لتهديد مشترك لنسيج المجتمع الغربي الليبرالي نفسه. الناس النهاردة فاهمين إن نفس القوى المتطرفة اللي بتحاول تزعزع استقرار الشرق الأوسط هي في الأساس معادية للحريات والقيم وأمان العالم الحر كله. زي ما قلت، الكذبة ممكن تلف نص العالم في الوقت اللي الحقيقة لسه بتلبس جزمتها. طيب الحقيقة لبست جزمتها دلوقتي. الناس بقوا واعيين للتلاعب والكذب، وده يخلينا نوصل للنقطة الأساسية. الكذب محتاج صيانة مستمرة وبشراسة طول الوقت. الحقيقة طبيعية وبتنمو لوحدها، مش محتاجة خوارزمية عشان تتنفس. كمية الهجوم الرقمي الكبيرة دي دليل على يأسهم. لازم يصرخ لأنه مش قادر يقف على رجليه الاثنين. التاريخ بيأكد أنك ممكن تستخدم علم النفس كسلاح لفترة، بس عمرك ما هتقدر تهزم الواقع. الحقيقة مش محتاجة تعلي صوتها عشان تصمد قدام العاصفة. كل اللي عليها إنها تصبر وتستحمل. وأمريكا مثال حي على كل ده. بس قبل ما أتكلم عن ده، عايز أبص على الأحداث اللي حصلت في الشرق الأوسط الأسبوع ده. إيران ولبنان لسه متصدرين الأخبار، وفي نفس الوقت غزة بتتحرك في الخلفية. إسرائيل ولبنان وصلوا لإطار من التفاهمات بوساطة الولايات المتحدة، وده بيسمح لنا نتحرك لقدام عشان ننهي الصراع بهدف الوصول لاتفاق سلام بين البلدين. وبموجب التفاهم، الولايات المتحدة ولبنان اعترفوا بحق إسرائيل في الحفاظ على منطقة الأمان داخل لبنان طالما ده مطلوب لأمننا. وحنستمر في الاحتفاظ بها لحد ما حزب الله وباقي التنظيمات الإرهابية يتجردوا من السلاح، ولحد ما يبقاش فيه أي تهديد لإسرائيل من لبنان. إسرائيل ولبنان اتفقوا على منطقتين جنب بعض قريبين من الخط الأصفر اللي إسرائيل مسيطرة عليهم دلوقتي، وده بناء على توصية من جيش الدفاع الإسرائيلي، وحيكون فيهم برنامج تجريبي لنزع سلاح حزب الله وتسليم المنطقة دي لسيطرة الجيش اللبناني. اللي أتوقع في الأساس هو اتفاق سلام مع لبنان، مفيش مطالب متبادلة تانية، مفيش إعلان مشترك بيعبر عن رغبة في العيش بسلام. الحكومة اللبنانية فضلت تبعد عن فكرة السلام وتركز على الجانب العملي في التخلص من العناصر اللي قوضت استقرار بلدهم لسنين. وفي نفس الوقت، إسرائيل استمرت في القضاء على بنية حزب الله الإرهابية من مخابئ وأنفاق ومواقع لعناصر الإرهاب. مهم نفتكر أن السلام مش هو الهدف لإسرائيل. هدفنا هو أمان مواطنينا في شمال إسرائيل عن طريق إزالة التهديد، وده اللي هيخلق السلام. يوم الأحد، الجيش الإسرائيلي دمر الطريق تحت الأرض اللي اكتشفوه في قرية مجدل زون في منطقة جنوب لبنان، ودي واحدة من أهم قواعد حزب الله في القطاع الغربي. كان مجمع محصن تحت الأرض بتستخدم التنظيمات لتخزين الأسلحة بما فيها طيارات بدون طيار والرؤوس الحربية والمتفجرات. انفجار قوي اتسمع في شمال إسرائيل ليلة الأحد نتيجة العملية دي. وفي نفس الوقت في غزة، إسرائيل بتشيل منشآت حماس الإرهابية بهدوء وبتتخلص من الإرهابيين اللي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 1/1 بهدوء وبعيد عن الأضواء. الخط الأصفر اللي بيحدد تمركز إسرائيل بيتقدم ببطء لأنه حماس رافضة تسلم سلاحها، وده مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار. فإحنا دلوقتي مسيطرين على أكثر من 80% من المنطقة دي. في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتكلم بشكل مباشر عن التهديدات المتزايدة اللي بتواجه تركيا دلوقتي. نتنياهو أشار أن تزايد قوة تركيا في المنطقة هو نتيجة مباشرة لضعف المحور الشيعي اللي بتقوده إيران. بس هو وضح حاجة بشكل واضح جدا: إسرائيل مش هتتراجع قدام محور الإخوان المسلمين برضو. رئيس الوزراء أشار أن الرئيس التركي أردوغان دائما بيتكلم عن القدس وعن تدمير إسرائيل، وأعلن أن أردوغان نسي حقيقة أساسية واحدة: أيام الإمبراطورية العثمانية راحت من زمان. النهاردة في دولة إسرائيل قوية، عندها جيش قوي وشعب متحد وحكومة مصممة مش هتسمح لأي حد يهدد وجودنا تاني أبداً. وأقتبس: الأفضل له يهدي، قال نتنياهو، وأكد أن إسرائيل بالفعل أثبتت بالضبط هي قادرة تعمل إيه.
بس الموضوع ما كانش مجرد تحذيرات. رئيس الوزراء لمح بقوة إن في تحركات كبيرة بتحصل ورا الكواليس ممكن طيب تؤدي لاتفاقيات سلام تاريخية مع دول تانية. هو فضل ما يدخلش في تفاصيل عن الموضوع ده. المعلق الإسرائيلي رافي حداد نشر الأسبوع ده تحليل مثير للاهتمام عن مذكرة التفاهم الحالية بين إسرائيل وإيران. في حين ان كثير من المحللين خايفين ان ايران بتكسب وقت، رافي حداد بيقول ان طهران في الحقيقة وقعت في فخ متنسق ببراعة من تصميم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. لو فاكر أنا قلت لك الأسبوع اللي فات أو من أسبوعين إن حقيقة أن نتنياهو مش مستعجل يروح واشنطن عشان يقابل الرئيس، معناها أن الاثنين متفقين جدا على نواياهم. على أي حال نرجع لتحليل حداد. بيقول في القسم الخامس من مذكرة التفاهم إنها بتجبر إيران تفتح مضيق هرمز وتشيل الألغام البحرية خلال 30 يوم. الغرب بيستغل الفرصة دي فعلا عشان يأمن الشحن العالمي ويعيد تعبئة احتياطيات النفط ويخفض أسعار الطاقة. حداد بيشير أنه لما إيران جربت مؤخرا تطلق طيارات مسيرة على سفينة حاويات في الخليج الفارسي وكانت فكرة أن الاتفاق المؤقت حيديها حصانة، القيادة المركزية الأمريكية ردت بضربات جوية فورية ومدمرة على الصواريخ الساحلية ومواقع الرادار. ترامب ممكن يتحمل المسرحيات السياسية، بس عمره ما هيسمح لحد يمس الشحن العالمي أو جيوب الناخبين الأمريكيين. وفي نفس الوقت على الجبهة اللبنانية حداد بيسلط الضوء على الذكاء الاستراتيجي لوحدة فك الاشتباك الجديدة. بينهم خلوا إسرائيل بره اللجنة الرسمية تماما. أمريكا وإسرائيل عملوا دور الشرطي الكويس والشرطي الوحش بشكل مثالي. إسرائيل لسه مش مقيدة بأي أوراق دبلوماسية. الفكرة أن إسرائيل تفضل ثابتة في منطقة الأمان بجنوب لبنان وحرة تفكك حزب الله بشرعية كاملة. رئيس ترامب قاعد على قولة المفاوضات كوسيط سلام هادي وبصص للإيرانيين وبيوجه لهم إنذار نهائي مباشر. أنا عايز أوقف حرب، بس الإسرائيليين برا اللجنة ما تقدرش تتوقعهم وحيدمروا برنامجك النووي لو ما سلمتش اليورانيوم المخصب بالكامل. حداد بيأكد أنه في أقل من شهرين لما مدة ال60 يوم تخلص، إيران هتكتشف أن الوقت اللي كانوا فاكرين أنهم اشتروه اتستخدم فعلا علشان يتسحب منهم كل ورقة ضغط كانوا مسكينها. هيبقوا مكشوفين ومعاهم حزب الله ضعيف والخليج الفارسي مؤمن وما فيش أي تدخل من الصين. طهران حتواجه اختيار صعب جدا، يا يتخلوا تماما عن طموحاتهم النووية يا يواجهوا دمار عسكري كامل ومن غير أي قيود من القوة المشتركة بين أمريكا وإسرائيل. لما قلت لرافي أني حقتبس من منشوراته وبعثت له الترجمة الإنجليزية عشان يوافق عليها ويتأكد أني لخصت أفكاره صح، هو فعلا بعث لي تحليل تاني كان شايف أنكم كلكم حتكونوا مهتمين به لأنه بيربط كل الأحداث مع بعض. حداد بيشير أنه إسرائيل وأمريكا فعلا بيخلقوا واقع جديد تماما، شرق أوسط جديد سواء اقتصاديا أو من ناحية البنية. هو بيلاحظ أنه في الوقت اللي العالم كله مركز على الجنود اللي على الأرض، الفخ الحقيقي اللي بيتنسج دلوقتي هو شبكة طاقة بتتقفل بهدوء حوالين المحفظة الإيرانية. دي معادلة طاقة جديدة في الشرق الأوسط. حسب تحليل حداد، لما الأمريكان دفعوا إيران أنها توافق على السيادة والسلامة الإقليمية للبنان، هم فتحوا الباب لثورة طاقة ضخمة في البحر المتوسط. لأول مرة في التاريخ، لبنان عنده فرصة يتحول من منطقة استثمار عالية المخاطر لدولة مستقرة ليها مستقبل اقتصادي حقيقي. ومع التأثير الإيراني تشال تماماً، شركات الطاقة العالمية الكبيرة تقدر تبدأ في حفر الغاز الطبيعي التجاري على الساحل اللبناني وتشتغل جنب منصات الحفر الإسرائيلية النشطة. حداد بيقول إن ده ضربة مزدوجة مدمرة لطهران. الأنابيب دي مصممة أنها تتوصل مباشرة بشبكات الإمداد الأوروبية والإقليمية عن طريق قبرص واليونان. دي هي المناورة الاقتصادية العالمية اللي بتعزل إيران عن السوق بشكل دائم. ده بيخلي سعر برميل البترول ينزل لمستويات بتخنق ميزانية الدفاع بتاعة الحرس الثوري الإيراني تماماً، وبيحول رؤية الازدهار الإقليمي لشبكة أمان مالية وطاقة محدش يقدر يوقفها. الخلاصة عند حداد هي دي: الإيرانيين كانوا فاكرين إنهم بيتفاوضوا على اليورانيوم المخصب.
اكتشفوا متأخر إنهم فعلاً مضوا وتنازلوا عن سيطرتهم على غاز لبنان، نفس الغاز اللي بيخنق جيوبهم وبيفصلهم عن بيروت للأبد. فقبل ما أختم النهاردة حبيت أخذ لحظة زي ما وعدتكم عشان نبص على الحدث التاريخي اللي بنحتفل بيه نهاية الأسبوع دي. الولايات المتحدة بتحتفل بالذكرى 250 لعيد استقلالها. أنا قلت قبل كده الذكرى المئوية الثانية زائد 50 لأن عطلة نهاية الأسبوع دي كمان بنحتفل بالذكرى الخمسين لعملية عنتيبي، لما في يوم الذكرى المئوية الثانية لاستقلال أمريكا من 50 سنة القوات الإسرائيلية طارت لمسافة 2204 ميل، يعني حوالي 3550 كيلومتر من إسرائيل عشان تنقذ 120 رهينة إسرائيلي كانوا محتجزين عند إرهابيين عرب في عملية جريئة فعلا، حاجة أسطورية. على فكرة الضربات الجوية السنة دي ضد إيران المسافة كانت أقل من نص المسافة اللي كانت من إسرائيل لأوغندا. على أي حال إحنا عايشين في زمن بقى فيه شائع إن الناس تشكك في مؤسسات المجتمع الليبرالي الغربي. بس لو عايز تفهم إزاي دولة قدرت تبني حصن دائم للحرية الشخصية كسر حلقة الطغيان القديم، لازم تبص على الأسس اللي الآباء المؤسسين للولايات المتحدة بنوها. هما ما بنوش أمريكا على رمال متحركة من تقلبات السياسة البشرية. هم بنوها على صخرة من الحقيقة القديمة اللي ما بتتغيرش، الكتاب المقدس. انت فعلا تقدر تشوف الدليل المادي على ده مصبوب في البرونز. قبل ما الولايات المتحدة تتولد ب 25 سنة تم طلب جرس لمبنى الولاية في فيلادلفيا، منقوش مباشرة على المعدن اللي بنسميه دلوقتي جرس الحرية، اقتباس مباشر من سفر اللاويين الإصحاح 25 الآية 10. أعلنوا الحرية في كل الأرض لكل سكانها. في سياقها الأصلي في الكتاب المقدس الآية دي كانت بتؤمر بسنة اليوبيل، ودي كانت فترة مقدسة للتجديد الشامل، فيها الديون بتتلغي والعبيد بيتحرروا وكرامة كل فرد بتترجع ليه تحت رعاية ربنا. المؤسسين أدركوا حقيقة أساسية: الحكومات البشرية مش هي اللي بتدي حقوق الإنسان. لو الحقوق جاية من ملك أو رئيس أو برلمان يبقى الملك أو الرئيس أو البرلمان يقدروا ياخدوها منك. لكن لو حرتنا من عند خالقنا بتبقى مطلقة ومقدسة ومحدش يقدر يمسها. كل الناس اتخلقوا متساويين. الفهم العميق ده لقيمة الإنسان في الكتب المقدسة هو اللي سمح لدولة جديدة تظهر وتبقى منارة للحرية وقائدة للعالم الحر. بعد 52 سنة أدوات الخداع ممكن تكون اتطورت أكثر، بس أساس حريتنا لسه زي ما هو. الحرية الحقيقية مش بتتحافظ عليها بالخوارزميات ولا بخلاصات الأخبار. الحرية بتتحافظ عليها لما المجتمع يربط نفسه بربنا وبالحقيقة الداخلية إن كل إنسان اتولد عشان يكون حر. إحنا بنعتبر الحقيقة دي واضحة من نفسها، إن كل الناس اتخلقوا متساويين وإن خالقهم منحهم حقوق لا يمكن التنازل عنها، ومن ضمن الحقوق دي الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. وزي ما إبراهيم لينكولن قال بشكل عميق قبل 87 سنة: واجبنا إننا نكون هنا مكرسين نفسنا للمهمة العظيمة اللي لسه قدامنا. إن الحكومة من الشعب وبالشعب وللشعب، مش هتنتهي من على الأرض دي. مبروك الذكرى 250، ربنا يبارك الولايات المتحدة الأمريكية، خلي الحرية تدوي. أنا دانيال سيمن، قابلوني تاني الأسبوع الجاي في برنامج ستريت أب اللي بيجيلكم من استوديوهات جانا في القدس، إسرائيل.